وحلقة النهاردة كل واحد بيقول أنا تعبت من كتر ما خبطت على الأبواب ومفيش باب راضي يتفتح لي. لكل واحد بيقول إن رزقه مقفول أو جوازه متعطل أو قلبه ذات نفسه مقفول ومعادش حاسس بروحانيات رمضان. النهاردة معانا اسم الله الفتاح، الاسم اللي بيطمنك ان مفيش قفل في الدنيا ملوش مفتاح عند ربنا، والقفلة اللي انت فيها دلوقتي هي مجرد بداية لفتح كبير قوي انت مش متخيله. فتعالوا نستمتع شوية بالمحطة دي وباسم الله الفتاح اللي هيطمنا، فكملوا معانا الفيديو للآخر. والفتاح ليه معنيين أحسن من بعض. الأول وهو اللي بيفتح أبواب الرزق والرحمة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. يعني ربنا لو فتح لك باب، لو أهل الأرض كلهم اتجمعوا علشان يقفلوا الباب ده مستحيل يقدروا. والمعنى التاني وهو الحكم اللي بيحكم بين المتخاصمين بالعدل. قال عز وجل قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وكمان هو اللي بيظهر براءتك ويفتح لك طريق النصر. قال عز وجل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الفتاح بيجيب لك الفتح والنصر في وقت انت في امس الحاجة اليه، لمجرد بس ان هو شاف صدق في قلبك. تمام؟ عارفينها. والفتح مش بس فلوس ووظيفة، في انواع فتح احنا ممكن نكون غافلين عنها. منها فتح العلم. انت ممكن تكون قاعد بتذاكر حاجة ومش فاهمها خالص، وفجأة كده ربنا ينور بصيرتك وتفهمها. ده فتح من الفتاح. تاني نوع وهو فتح الطاعة. ممكن تكون انت قاعد كده لا بيك ولا عليك، وفجأة ربنا حط حاجة في قلبك ان انت تقوم تتوضى وتصلي ركعتين بخشوع. ده فتح من ربنا عليك. تالت نوع وهو فتح القلوب. ممكن يكون واحد قلبه قاسي عليك جدا وفجأة تلاقيه بيكلمك وانت عامل ايه وعاوزين نتقابل ونقعد، وقلبه بقى لين معاك. ده فتح من ربنا للقفل اللي كان مقفول به قلبه. والجميل في اسم الله الفتاح ان هو بيفتح لنا الابواب في اوقات احنا نكون في امس الحاجة اليها، في اوقات مش اللي احنا عاوزينها. مش يا رب افتح لي باب ده فيتفتح، لا، الباب بيتفتح في الوقت اللي انت فعلا محتاجه، في الوقت اللي ربنا شايفه اصلح وانفع ليك، مش اللي انت عاوزه. الفتاح علشان الفتاح يفتح لك الباب لازم انت تخبط. والخبط هنا معناه الدعاء والسعي. الفتاح مش بيحب العبد اللي بييأس بسرعة، بيحب العبد اللحوح اللي لو اتقفل الباب يروح للباب التاني ويقول يا رب افتح لي. والجميل ان الله عز وجل لما بيقفل الباب ده علشان بيحميك من حاجة شر ورا الباب ده انت مش عارفها ولا جت على بالك، وبيجهز لك فتحة من باب تاني. السر كله في كلمة يا فتاح. تقولها بصدق وانت بتسعى وتدعي، هتلاقي الدنيا بتترتب بطريقة انت ما كنتش تحلم بيها. واجبنا النهاردة في رحلة معرفة بالله هو دعاء الفتح. وانت النهاردة على الفطار كده قبل ما تفطر، شوف اكتر حاجة مقفولة في حياتك وبصدق كده واستحضر قلبك وبقلب حاضر قول يا فتاح افتح لي أبواب رحمتك، يا فتاح افتح لي من فضلك. وتأكد أن الله عز وجل مع أول يوم في رمضان يعتق الرقاب ويفتح أبواب الجنة، فأكيد مش هيقفل عليك بابك وهيفتح لك إذا كان ذلك خير وبكده لك. تمام. وبكده أنا خلصت محطة النهاردة، وبكرة معانا محطة مهمة جدا وهو السند الحقيقي. فايه، تابعنا أول بأول ونشر حلقاتنا في كل حتة علشان يعم الخير ونزاحم أهل الباطل في رمضان، لأن انت عارف إن هما بينتشروا أوي في رمضان.
فنزاحم أهل الباطل بالحلقات دهيت، وأي حاجة تلاقي فيها خير للناس انشرها لعل الكل يستفاد ويكون في ميزان حسناتي وحسناتك إن شاء الله. متنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتقول لنا رأيك في التعليقات علشان يعم الخير، واليوتيوب يعني يقترح الفيديو لناس أكتر والكل يشوفه. ومتنساش تدعيلنا معاك في التهجد وعند الإفطار، وصوما مقبولا وإفطارا شهيا. ويا رب يا رب يا رب اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين في هذه الليلة جميعا يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.